احلى تتبيله ممكن تعمليها للسمك، تتبيله جميله جدا للسمك السنجاري، بمكونات بسيطه جدا وطعم روعه. يلا نشوف الطريقه ونبدا بسم الله. في الكبه او في الهون، في اي حاجه متاحه عندك، هنحط قرنين فلفل اخضر ومعاهم قرن فلفل حراق وكام فص ثوم وعليهم معلقه صغيره من الملح ومعلقه فلفل اسود ونص معلقه من الكمون ومعلقه كبيره من الكزبره الناشفه ومعلقه كبيره من البابريكا، وهنضيف حوالي 3 معالق من الزيت ومعلقتين من الخل وعصير 3 ليمونات والقشر بتاع الليمون هنحتفظ بيه مش هنرميه. وهنضرب كل ده في الكبة او ندقه في الهون حسب المتاح عندك. هي ريحة التتبيلة بتبقى طالعة ايه، حاجة روعة كده. هنحط بقى التتبيلة في طبق واي نوع سمك عندك بقى تفتحيه بالشكل ده متنضف كويس ومفتوح، ده سمك لود، ممكن تفتحيه من الظهر او من قدام زي ما تحبي. وهنبدأ نتبله بالتتبيلة اللي معانا. وبعدين هنجيب ورق الفويل ونطبق ورق الفويل كده على شكل كأنها طبق كده من الورق الفويل، الورق الحراري على قد السمكة كده، ونحط السمكة فيها. بيبقى حلو قوي في التقديم. وممكن تحطي قبل ما تحطي السمك تحطي ورق زبدة حسب المتاح. هنعمل كل السمك بنفس الطريقة. وباقي التتبيلة هنوزعها على السمك من فوق، وهنوزعها برضو من تحت عشان تاخد كل طعم التتبيلة. انا نسيت احط في التتبيلة كاري، فهحط نص معلقة كبيرة من الكاري، هوزعها على السمك كده، بيخلي برضو طعمه حلو قوي.
وقشر الليمون اللي احنا اخدنا العصير بتاعه هنضيفه كده فوق السمك. بعدين هنغطيه بورق فويل وندخله الفرن. الفرن يكون سخن الاول وبعدين ندخله على الرف اللي تحت، يعني مش على الصاج على طول، على اول رف من تحت. هيقعد حوالي من 20 ل25 دقيقة حسب درجة حرارة الفرن. وبعدين نفتح الشواية، نكشفه بقى ونفتح الشواية عشان يتحمر من فوق بالشكل ده. وبألف هنا، بيبقى طعمه جميل جدا، جربوه ان شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.